تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. نواكب معكم مسيرة الرجاء الرياضي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا تشامبيونز ليج لموسم 2022-2023. تنقل جديد ومسيرة متواصلة في القارة السمراء. الرجاء الرياضي وجهة مالي العاصمة باماكو، هنا سيواجه فريق حورية كوناكري استثناء اضطراريا لأن الكاف لم يعتمد ملعب الخاص بنادي حورية كوناكري، وكان من اللازم على حورية أنه يختار الملعب الذي سيستضيف فيه مباريات دوري أبطال إفريقيا. هكذا الضوابط التي فرضت على الأندية وعلى المنتخبات، ملاعب جاهزة متوفر فيها كل. فريق الأوغندي نعم مشاهدينا الكرام هو ماكي يتقدم، يلعب الكرة في العمق، لكن هنا تغطية ممتاز جددا. التسديدة الماضية الكرة الرجاء والعاصمي الآخر نادي فتح الرياضي. انطلاقة إفريقيا، هكذا اختيار منذر كبير. الصبار والهدف الأول. الرجاوي يفعلها، الأخضر يسجل، العالمي يفعلها في الدقائق الأولى مشاهدينا الكرام. 1-0 نعم للكتيبة الخضراء في حدود الدقيقة 7 من عمر المواجهة عن طريق وليد الصبار. هي لمصلحة فريق الرجاء، هذه عادات وتقاليده. الرجاء يبحث عن انتصار آخر ينضاف لانتصاراته في أصوات الجماهير الرجاوية تتعالى مع مرور الوقت. الكرة الأمامية الرأسية والثاني يضيع. فريق الرجاء تمشي لحمزة خابة. عندك يا حمزة، عندك يا حمزة. خابة هنا كاد يسجل، فرصة أخرى لفائدة الرأس. يرجع لمكانه، حركاس يرجع لمكانه في سماح. تأتي الإشارة من الحكم، هنا مرفوعة تلعب هذه الجانبية، استلام من طرف اللاعب سماح وزنيتي. بعد ذلك سهلة، بعد ذلك الإبعاد كان حاضر. لا زالت هنا غينية الرأسية وزن كيفما كان الحال، لكن تفوق عليه الرجاء في الذهاب ويسعى لتجديد انتصاره. في الجهة اليسرى في عرضية، تغطية دفاعية بعد ذلك حاضرة من جمال حركاس. اخطف الكرة حمزة خابة، لمن ممكن الثاني، ممكن لأنه وونكوي قد يفاجئنا. هنا التسديدة منافسات، هذه الكرة أمامية في لحظة الأحوال سيكون في الرياضة، ونتمنى نفس الأمر بالنسبة لي. الوداد حارس المرمى بعد ذلك كم يعطي الإشارة. بنتايك يتقدم، بعد ذلك من جانب محمد الناهري، رجعت للخلف جمال حركاس في تدخل الحكم، يخلي الكرة للصبار. يرجع للخطأ. سلامات كمشي يا يسري، تقدم يا يسري للأجنحة للدخول. زريدة العرض، صبار يستعد للتنفيذ، يرفعها الصبار. تبادل رائع ممكن يا زريدة. عندك الكرة، السرعة في التحول الهجومي. الهبط يراوغ في خطأ وفي انذار. هنا انذار. وصلت لداوود اولو يقوم بالتغطية الحكم هنا للاعب ساماكي بل وبافور. تسديدة بعيدة، الكرة بعيدة. يسري بوزوك من دون رقابة. استلم يسري، سدد يا يسري، وفي خطأ وضربة حرة. نعم أوبة الاستعداد، يتقدم الناهري تسديدة، جول. التسديدة والهدف الثاني. صاروخ رجاوي، محمد الناهري يزور الشباك. نعم الغينية 2-0، يمينية قوية، صاروخ عابر للقارات بقدم محمد الناهري، وذكريات الشامبيونز وذكريات الأهداف العالمية. هو غينية، حذاري من التسديد للفريق الأخضر، وتسديد من دون مشاكل لفريق الرجاء، لكن رغم التقدم بهدفين مقابل شيء لكن وجب كذلك إعطاء من مارس في العاصمة المالية باماكو. مباراة الرجاء الرياضي مع حورية في جولة جديدة، الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا. عن المجموعة الثالثة الرجاء الرياضي ينهي شوط المباراة الأول
بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، والمستجدات كذلك طرد للحارس موسى كامارا وطرد ضغطه في بعض اللحظات، بينما هناك عرضية ممتاز، انتشار يكون ممتاز. هنا انطلاقة من الجهة اليسرى، راقب امورك يا النهيري، التسديدة مرة جانبية، التسديدة واللقطة. هنا اللقطة كامارا يخرج في نهاية المطاف، يخرجها مباشرة إلى تماس. هنا كان الأسرع منقطع مرة أخرى. هنا استلام الكرة عن طريق لاعب محمد زريدة. هنا كان فيه تدخل، وبالتالي لدينا ضربة حرة لفائدة نادي الرجاء. كرة في هنا المعترك، محاولة التسديدة ولكن جدار رجاوي حاضر. حكم هذه الكرة من جانب لاعبي داوود كامارا. هنا التسديدة لكن بعيدة، يحاولون من خلال التسديد ولكن تسديداتهم. هذه الضربة الحرة المباشرة. هنا التسديدة ولكن كرة بعيدة تماما، تخرج المباراة نقلة في منتصف الميدان. التسديدة مرة جانبية من على بعد يجب أن ترجع للهجوم مرة أخرى، بينما لدينا كرة لفائدة فريق حين الثاني والبينية. عندك يا حمزة لفائدة فريق حورية، مرفوعة داخل منطقة الجزاء. لا وجود خطأ، لا وجود في الهجوم مرة أخرى. حمزة وسط لاعبين في صافرة، وبالتالي لدينا ضربة حرة لحمزة. خاب في التنفيذ محمد زريد. الصبار يدخل، الصبار والهدف الثالث عن طريق اللاعب وليد الصبار. ما أجمل فنياتك وما أجمل تسديدتك. وليد الصبار يسجل ثالث أهداف فريق الرجاء الرياضي. هنا هجمة مرتدة، الصبار يتلاعب بدفاعات حورية ويحتفل هنا مع الجماهير الرجاء. مكان بوزوك، تبديلات منتظرة بعد تأمين الانتصار. عملية التدوير تبدأ الآن. متى ستسجل يا حمزة؟ عندك يا حمزة في أحمد النهيري، يطلق الإشارة، النهيري يسدد. برافو بنتايك يخرج الكرة تحت الضغط هنا في صافرة، وبالتالي لدينا ضربة ما يسددش، وصلت على الطرف الأيسر في العمق، هذه خطيرة. الهدف ياتي لفائدة فريقي. رف الايمن في اللعب ساماكي العرضية مرت عالية على الجميع. سماح الجناح، سماح والتسديدة لكن عالية على مرمى أنس زنيتي. أي واحد جاته أنس يلعب الكرة للأمام، هذه ممكن يا نوفل، ركلة جزاء